واليوم يا جماعة بدنا نعمل لكم أطيب صينية فروج ببطاطا ممكن تدوقوها بحياتكم مع الشيف لؤي. ويلا بينا. اليوم بدنا نعمل لكم أكلة لو أكلتها كل يوم ما بمل منها، ولو انوجدت مع أي أكلة ممكن أنا بالنسبة إلي باكلها. أكلة كتير طيبة وكتير معروفة، بس كل شيف أو كل بيت له طريقة. أنا هلا بدي أعطيكم الطريقة الأطيب والأنسب، وبدكم تدعوا لي إن شاء الله. اليوم بدنا نعمل فروج بطاطا. فروج بطاطا، وين الكفوف؟ فروج بطاطا، بنجيب البطاطا أول شي بنقشرها كويس. الله مفرجيكم شلون بدنا نقشر البطاطا. نجيب البطاطا نقشرها كويس، نفرمها هيك بكر، نفرمها بكر بهالشكل. نفرمها بهالشكل. كل شيف له طريقته، وكل ست بيت لها طريقتها، وبالأخير هي أذواق وحسب البيئة اللي احنا ربيانين فيها. يعني تقريبا كل محافظة لها تتبيلتها الخاصة فيها. شايفين نفرمها هيك لا من سمكة ولا من رقاقة، مشان تعطينا سوى كامل. مثل ما قلنا كل شيف له طريقته، بس أنا حابب تجربوا هالطريقة. يعني بجد بدكم تدعولي، وطريقة كتير سهلة وسلسة. نفرم البطاطا نخلص، نجيب الفروج. أفضل شيء لهالأكلة الفخدات. نجيب فخدات الفروج. إذا حدا سألني مثلا الفروج بنغسل حسب المصدر اللي عم ناخده منه، ممكن نغسله. إذا جايبين من مصدر مثلا نظيف ما بده، وإذا غسلناه أنظف بننقعه بالخل كمان بطلع، يعني مشان إذا فيه أي زنخة أو زفارة تطلع منه. بنجيب الفروج، ممكن نحط فروج كامل على فكرة، ممكن نحط صدر، بس الصدر بيجي ناشف. أحسن شيء الفخدات، نعلمهم هيك تعليم مشان نسقسقهم. تعليمة هيك بسيطة بس مشان موضوع السقسقة يشربوا تبلة مظبوط. تعليمتين بسيطة. أكلة كتير طيبة وممتازة وسهلة. شايفين؟ بس هيك تعليمتين بسيطات مشان تتشرب. تتشرب بس التبلة اللي بدنا نعملها. وبعد ما علمنا الفروج بنجيب الصينية غوحة، أيوة بهالشكل. بنجيب محمرة دبس فليفلة. بنجيب دبس فليفلة وبنحط هيك. كل ما كترنا على فكرة على هالأكلة، كل ما كترنا دبس فليفلة أطيب. وبنجيب توم. يا سلام، نحط التومات عليهم. هاي أكلة التوم بحبها وهي بتحب التوم. بدها توم، دبس فليفلة، وهون نيجي بقى على الكزبرة. نحط لها كزبرة. كزبرة كمان نحاول إنه نكتر وحسب الطلب، بس هي يعني الكزبرة طيبة مع الأكلة. كزبرة، توم، دبس فليفلة بس. وبنجيب كاسة زيت مثل هالزيت. ممكن نحط زيت حلو، زيت زيتون، ممكن زيت نباتي، ممكن نص ونص اللي بدنا إياه. ممكن نحطه وبنخلطهم هيك مع بعض. بس توم محمرة وكزبرة
وبدكم تدعوا لي والله، والله بدكم تدعوا لي. أكلة كتير محترمة، مثل ما قلت لكم كل شيف له طريقته، وجربوا طريقتي وبإذن الله بدكم تدعوا لي. شايفين حطتني هالشكل، حطيت محمرة مع الزيت مع الكزبرة مع الثوم. هون ايش بساوي؟ أول شي بنزل عليها الفخدات، بغرقها مظبوط، بحط المكان اللي فتحتهم، أضرب شوي المكان اللي فتحتهم بالسكينة، بحاول ايشو أحشيها حشي وبتبلها مظبوط. المكان بس اللي فتحته بحاول أحشي فيه. بدي إياكم تجربوا لي هالطريقة وتعطوني رأيكم. بدي إياكم تجربوا لي هالطريقة وتعطوني رأيكم، اللي هي إيشو دبس فليفلة، زيت، كزبرة وتوم. توم كل ما كترنا تعطينا طعم أطيب، وشي يعني شي مصقصق بالثوم يعني، فهمكم كفاية. شي أهم شي نعبي هالفراغات التبلة. هاي التبلة طري معنا، بتظبط لنا الكلام. ما ننسى آخر شي بدنا نساوي خلطة توم وليمون ونطفيها بالثوم والليمون آخر شي. يا سلام، بعد ما تستوي معنا نعصر عليها ليمون، أو نعصر ليمون لحار، نعصر ليمون لحار وبنحط عليه توم. وبعد ما تطلع الصينية من الفرن بنطفيها عليها، تطلع بتجنن. بدي اياكم تجربوها وتعطوني رأيكم بكل أمانة. أهم شي نسقسقها كويس. بعد ما خلصنا الفخاد قرب فرجيا، خلصنا الفخاد بهالشكل، بننزل البطاطا كلها على الصينية، نقلب البطاطا بشكل كويس. المهم كل شي ياخد تبلته. هاي ما لها مقادير، بظن هاي الأكلة ما لها مقادير، يعني حسب الطلب. والملح عشان ما ننساه كمان حسب الطلب، بنحاول ما نكتر. هاي أكلة بدها ملح، بنحاول ما نكتر ملحها، مشان هيك بالأخير بدها تاخد ملح. وكل واحد خصوصي موضوع الملح، كل واحد هو ورغبته بالملح. في ناس تاكل ملح، في ناس ما بتاكل ملح، في ناس مع ضغط. لا بدنا نعمل ضغط لحدا، خصوصي هالايام الضغط صاير شغال. نحن بهمنا صحة الجميع. شايفين هيك البطاطا كلها اخذت التبلة. بعد ما اخذت تبلتها بنعيفها بصينيتها افضل، ونرص عليها الفخاد. يا سلام يا سلام يا سلام، شايفين هالشكل ما أحلاه. يا سلام، ما بنعيب شي، كله بننزل عليها،
ننزله عليها ديت سقسقة. شوفوا لي انتوا بس على المنظر. وبعد ما نخلص تتبيلتها على الأخير نعطيها ورق حراري نغطيها بشكل كويس. نغطيها بالحراري، ما نعيفها مكشوفة، نغطيها مشان تستوي مع نفسها. وهلا في حدا بده يسألني مثلا ما بدها مي؟ لا ما بدها مي، عندي الفروج والبطاطا لحالهم بنزلوا مي. وما ننسى الزيت ما بصير نقلله مشان تستوي بشكل صحيح. هون نحن نحفظ بشكل صحيح بهالشكل. وندخلها على الفرن. فرن على 200 45 دقيقة على 200، ومندخلها على الفرن لمدة 45 دقيقة على درجة حرارة 200 بس، ومنعيفها. بنروح هلا نحن ايش بنساوي هون؟ بنساوي الكريمتو، بنساوي الليمون، نطفيها بالليمون، حمض وليمون، نطفيها نعمل ليمون وتوم بنطفيها بالاخير فوقها تطلع بتشهي. هون بعد ما هون نسحبها من الفرن هلا. بدنا نشوفها اذا استوت ولا لا. يعني استوت، شايفين على المنظر. يا سلام. لا استوت. بعد ما طلعناها من الفرن شفتوا المنظر، هي البطاطا استوت، بطاطا نزلت نيفة استوت. هي الفروج شايفين هيك استوى معنا الفروج بشكل نهائي. هون بدنا نحمرها بقى، نرجع نعطيها شوية مرقة. مثل ما قلنا لكم ما بدها مي أبدا، لحالها الفروج والبطاطا بيعطونا مي، والزيت طبعا اللي حطيناه هو برجع من أول وجديد. شايفين على المنظر، منظرة شايفين. هي الأكلة واحد ما بمل منها أبدا، ما بمل منها أبدا أبدا. هي الأكلة على فكرة أنا من طبعي بميل للفروج أكثر من اللحم. هي سبحان الله أذواق، كل واحد ذوقه شكل، بس أنا بميل للفروج أكثر من اللحم. هلا هيك بنطفي الفرن من تحت بنشغله بس من فوق. تقريبا بنحطه من تلت ساعة لنص ساعة، نشغله بس من فوق، ونرجع بندخلها على الفرن مشان نحمرها. بنعيفه تقريبا من نص ساعة لخمسة، يعني من تلت ساعة لنص ساعة. بس نشوفه تحمر بنسحبه ونفرجيكم اياه. وهلا هيك بعد ما خلصنا نسحبها من الفرن. يا سلام يا سلام على المنظر، يا سلام عن جد منظرة شهي.
أنا اشتهيت أكلة أنتم ما اشتهيتوا. شوفوا لي على المنظر. هلا إيش بنساوي؟ نجيب الحمض، عصرنا ليمون، نحط لهم توم، كتروا توم. هاي حلاوته إنه نكتر له توم. شي شهي بغرف القلب. نقلب التوم مظبوط مع الحمض. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. يلا هيك بنسقسقها سقسقة بالحمض والثوم. سلام. قولوا لي هيك المنظر بشهي جد. نجيب الرغيفين لهون. تعال عندي شوي. نحط عليهم هاي المحمرة. هدول هيك بتشيل الفخدة مثل ما هي. سلام يا سلام. طلع لي على المنظر نازلة نيفة. بس طلعت معنا العظمة أكيد مستوية ونازلة نيفة. وإن شاء الله ألف صحة وهنا على قلب الجميع.